الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع درس جديد وشرح كتاب الرسالة التبوكية مع تقريب الرسالة التبوكية. الرسالة التبوكية لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. ذكرنا في مناسبة مضت أن هذا الكتاب هو خلاصة تجارب هذا العالم الكبير، خلاصة خبرات لعملاق وإمام من أئمة أهل الإسلام رحمه الله. ولا شك أن الأبوة أبوتان، أبوة دينية وأبوة صلبية طينية. فالأب الديني هو العالم الذي يعطيك خبرات حياته وتجارب حياته، تأخذ أنت هذه الخبرات وهذه التجارب فتزيد عمرا مع عمرك، وتزيد وضوحا مع رؤيتك لتوضيح حياتك والسير إلى الله سبحانه وتعالى. الرسالة التبوكية هي أحد الكتب التي اشتملت على خبرات وتجارب هذا العالم الكبير، وهي مفتاح لما بعدها من الكتب. ذكرنا أيها المشاهدون الكرام وأيها الإخوة الفضلاء أن الرسالة التبوكية بمنزلة السد العالي الذي يحمي الإنسان من الشهوات والشبهات. فالموضوعات التي اشتملت عليها الرسالة التبوكية تبني العقل وتبني القلب، فمن ثم تؤسس السد العالي الذي يحمي العقل من الشبهات والقلب من الشهوات. هذه الرسالة مفتاح لما بعدها من كتب ابن القيم. ذكرنا أن الرسالة التبوكية من ميزات هذه الرسالة أنها اشتملت على خريطة الحياة، فبينت الصورة الصحيحة لحياة المسلم، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. ما الصورة الصحيحة لحياة المسلم؟ بناء الهدف أو وجود الهدف، وجود الوسيلة، وجود الطريق. 4 كيفية السير في الطريق. هناك كتب أخرى من باب الفائدة تؤكد وتعمق معاني الرسالة التبوكية. لو قلنا على سبيل المثال، أول نقطة أو أول أمر في التصور الصحيح للحياة بيان الهدف، وهو الجنة ورضا الله، وأن نعتق رقابنا من النار، أن نعتق رقابنا من الجحيم. طيب، أي كتاب من كتب ابن القيم يوضح هذه المسألة وضوحا جليا؟ كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهذا أيضا كتاب ينبغي قراءته والإفادة منه. طيب، أعمق الهدف. بعد الهدف، بعد تعميق الهدف، بعد ذلك الوسيلة. أي كتاب من كتب ابن القيم تعلمني وتشجعني وتحثني على السير بهذه الوسيلة، العبودية كما بينا. هناك العبودية أيها الإخوة وأيها الأخوات وأيها المشاهدون عبارة عن أمرين: امتثال الأمر واجتناب النهي. هناك كتاب فز في الحقيقة لابن القيم إذا ما قرأناه يساعدنا، يشجعنا، يحدو بنا، يزيد الدافعية عندنا لفعل الأمر، أي القسم الأول من العبادة، وهو كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. كتاب رائع جدا، ينبغي على كل أب وكل معلم أن يتعلمه وأن يعرف خلاصته وزبده النافعة. الكتاب الثاني في العبودية كتاب الداء والدواء. هذا الكتاب يعلمك اجتناب النهي، المحرمات، ويساعدك على كيفية اجتناب المحرمات بمعرفة شؤمها وخطرها، وكيفية قطع الخواطر التي تفتح على الإنسان أبواب المعاصي. يبقى إذن أساس الأمر رسالة تبوكية. تفاصيل ما بعد الرسالة التبوكية: النقطة الأولى الهدف، كتاب حاد الأرواح اللي هو الجنة. النقطة الثانية، الأمر الثاني الوسيلة، كتاب الوابل الصيب وكتاب الداء والدواء. إذا ما حددت الهدف وسرت بالوسيلة تحتاج إلى الطريق، الصراط المستقيم. حددنا الصراط المستقيم وعرفنا ما هو الصراط المستقيم. طيب، عندما أسير في الطريق أحتاج إلى صبر وعزيمة وقوة. أي كتاب من كتب ابن القيم يمدني بهذا الأمر العظيم، يشجعني على بناء عبادة الصبر وتحقيق عبادة الصبر والعزم والقوة.
كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. كتاب مهم. أنا وأنت نحتاج إلى صبر. الطريق إلى الله لا يكون إلا بصبر وهمة. طيب، أنت سرت في الطريق ولله الحمد. عندما تسير في الطريق تجد عوائق في الطريق: الشيطان، النفس، الهوى، الدنيا، أصدقاء السوء، أصحاب الهوى، من يخالفون الحق، الدعاة إلى الضلالة. ففي الحقيقة السير في الطريق إلى الله من بطن الأم إلى بطن الأرض فيه عوائق. السؤال: أي كتاب من كتب ابن القيم يساعدني على اجتياز العوائق وحماية نفسي من العوائق؟ كتاب فز: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، أو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان حسب عنوان الكتاب فيما ورد إلينا من مخطوطات. فإغاثة اللهفان يساعدك كيف تقي نفسك شر نفسك، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. يعلمك كيف تحمي نفسك من حبائل الشيطان وخطوات الشيطان. يعلمك كذا وكذا. فكتاب فز في الحقيقة، كتاب إغاثة اللهفان. طيب، حددت الهدف، حددت الوسيلة، عرفت الطريق، سرت في الطريق بقوة، اجتزت العوائق. الإنسان في السير إلى الله يحتاج أن يستكمل السير، أن يستكمل شعب الإيمان، أن يدخل في الدين كله. لا يأتي ببعض الدين ويترك البعض الآخر، يحتاج أن يأتي بكل شعب الإيمان. ادخلوا في السلم كافة. أي كتاب من كتب ابن القيم يبين شعب الإيمان وكيفية العمل بشعب الإيمان وكيفية التدرج في مدارج الإيمان. كتاب رائع، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت في سيرك إلى الله تحتاج إلى أن تزيد من السرعة، أن تتعلم كل تفاصيل الطريق وتفاصيل الصراط المستقيم. هذا يساعدك، مدارج السالكين. طيب، آخر كتاب ينصح به وهو زاد المعاد في هدي خير العباد، من أعظم الكتب في الإسلام بلا مدافعة، لأن زاد المعاد يجعل أمامك حياة النبي كصورة تطبيقية. عندما تسير من بطن الأم إلى بطن الأرض تحتاج إلى دليل في طريقك، تحتاج إلى نموذج وقدوة تطبيقية تعلمك كيف تفعل، كيف تصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف تصوم، كيف تحج، خذوا عني مناسككم، كيف تتطهر. ده العبادات. يعلمك كيف تدعو إلى الله، جزء السيرة في زاد المعاد. يعلمك الأخلاق والقيم، يعلمك الآداب بقدوة، بصورة عملية تطبيقية. فتحتاج إلى هذا كدليل في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. خلاصة الأمر يا إخواني، هذه الكتب في جملتها نافعة جدا، وهي مشروع قراءة وتدبر وتفهم لتراث هذا العالم الكبير. طيب، يسأل سائل فيقول: ما دون هذه الكتب أو غير هذه الكتب؟ نقول: اقرأها، استفد منها، تنعم بفائدتها، ولكن هذه الكتب أشبه ما يكون بالأصل، وما سواها ضعه حاشية وفوائد ونحو ذلك. فالغرض المقصود من كل هذا هو أن نستفيد وأن نفيد من تراث هذا العالم الكبير، العالم الرباني شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وهذا ما ذكرته مفصلا في كتاب تقريب الرسالة التبوكية لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكرنا في درس مضى أن الرسالة التبوكية تبني الصورة الصحيحة لحياة المسلم. الآن نتكلم عن موضوع مهم جدا، من أهم موضوعات الرسالة التبوكية بلا مدافعة. وقد افتتح شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتابه بهذا الموضوع، وهو التعاون على البر والتقوى. تعالوا بنا نقرأ ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ونفيد من كلامه في كتابه الرسالة التبوكية. إذن الموضوع الأول ذكرنا ونكرر ونعمق هذا الأمر، أن الرسالة التبوكية جمعت الموضوعات التي بها فلاح العبد وسعادته في الدنيا والآخرة. من أولى هذه الموضوعات بناء الصورة الصحيحة للحياة. الموضوع الثاني التعاون على البر والتقوى. هل التعاون على البر والتقوى من أسباب سعادة الإنسان وأسباب فلاحه في الدنيا والآخرة؟ الجواب نعم. كيف ذلك؟ تعالوا بنا يعلمنا شيخ الإسلام ابن القيم
هذا المبدأ الحضاري وهذه القاعدة الحضارية وهذا الموضوع الحضاري، موضوع التعاون على البر والتقوى. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. أول مسألة قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ابن القيم يقول: اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم. لماذا يا إخواني نكتب هذه القاعدة؟ أنا كابن آدم ضعيف، مع أن الله عز وجل خلق مخلوقات قوية كالملائكة، لا ينامون، لا يأكلون، لا يشربون، يسجدون الليل والنهار لا يسأمون. لو شاء الله لخلقنا نحن كالملائكة، ولكن اكتب بقى القاعدة: شاء الله عز وجل الضعف في ابن آدم كونا، ثم جبر الله ذلك بأن أمرنا أن نتعاون شرعا حكمة منه وعدلا. يعني لماذا خلقنا الله ضعاف؟ قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فأنا ضعيف أمام الشهوات، أنا ضعيف أمام كذا وكذا، أنا ضعيف في إنجاز الأعمال والقيام بالأعمال. الضعف ده قد يكون في صورة فتور، قد يكون في صورة كسل، قد يكون في صورة هم غم، قد يكون في أي صورة من الصور، ولكن في صورة يعني التأثر بالواقع المعاصر والتأثر بالبيئة المحيطة. الإنسان ضعيف أيما كان. طيب كيف أجبر ضعفي؟ بالتعاون على البر والتقوى. يبقى نكتب كده: أنا أعيش في بحر ضعفي، ما الذي ينقذني من بحر الضعف؟ التعاون. لذلك نكتب هذه القاعدة أيضا: التعاون هو المنقذ. التعاون هو المنقذ. شعب الإيمان كثيرة: الصلاة، الصيام، الحج، النفقات الواجبة. شعب الإيمان كثيرة جدا: قيام الليل، حفظ القرآن، طلب العلم، الدعوة إلى الله، الصبر والثبات على الدين، وغير ذلك. شعب الإيمان كثير. هل أنت يا ابن آدم تستطيع وحدك أن تتعلم الإيمان؟ كل الإيمان؟ هل تستطيع وحدك أن تقيم الإيمان؟ لا، لا تستطيع. كيف ذلك؟ يا إخواني، إذا كان الأنبياء وهم أقوى الخلق بلا مدافعة من بني آدم دعوا الله عز وجل بأن يرزقهم من يعاونهم على الإيمان وعلى إقامة الدين، كموسى عليه السلام. قال موسى لربه، قال الله عز وجل حاكيا عن موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لماذا؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذا كان أولي العزم من الرسل طلبوا ذلك، وأجاب الله عز وجل دعوته فقال له: سنشد عضدك بأخيك. أنت تحتاج هذا الرزق من الله، أن يرزقك الله من ينقذك من بحر ضعفك ومن طريق ضعفك، ولا يكون ذلك إلا بذلك، بالتعاون على البر والتقوى. أضرب لك مثال: حفظ القرآن. في حد يستطيع أن يحفظ القرآن وحده؟ الجواب لا. كم من إنسان حاول يحفظ لوحده وكانت النتيجة لا نقول فاشلة، ضعيفة. قيام الليل. الأسبوع لو قسمنا شعب الإيمان على الأسبوع كم يوم؟ 7 أيام. طيب اعمل اختبار لنفسك: قيام الليل لو أنت لوحدك هل تستطيع أن تقيم الليل في الأسبوع كاملا؟ ربما يضعف الإنسان عن ذلك، فلا يستطيع أن يقيم الليل، فيأخذ كام على 7 في الأسبوع؟ 3 على 7، 4 على 7، يزيد أو يقل. إما لو تعاون مع زوجته، رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ امرأته أي للصلاة فإن أبت وإلا نضح في وجهها الماء. تعاون داخل الأسرة كما سيأتي معنا، ونقول أن دوائر التعاون متعددة. في تعاون على مستوى الأسرة، في تعاون على مستوى الأخوة الإيمانية، في تعاون على مستوى الدعوات الإصلاحية،
في تعاون على مستوى المجتمعات، في تعاون على مستوى الدول، في تعاون على مستوى الأمة. التعاون حضارة، مبدأ حضاري نحتاج أن نحييه فينا، حتى التعاون على مستوى الأفراد. فيا إخواني، موضوع التعاون ده موضوع مهم جدا. وابن القيم سيذكر الآن أن العبد فينا لا يستطيع أن يتعلم الحق وحده، ولا يستطيع أن يقيم الحق في الأرض وحده. ما الحل؟ وتعاونوا على البر والتقوى. عندما تدخل في طريقك إلى الله وفي طريق الاستقامة، اخلع غرورك واخلع أنفتك الغي التي ليست في محلها، وادفع تغرير الشيطان بك. الشيطان يغرك ويقول أنك تستطيع أن تفعل كذا وكذا، ثم إذا ما أردت أن تفعل كذا وكذا انقض عليك كالفريسة واحتل قلبك وأجج ضعف نفسك فيمنعك، فيغرك أولا ثم يضعفك ثانيا. دي خطر. لذلك يا إخواني ابن القيم يقول: فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. هذا رائع. في الحقيقة الرسالة التبوكية هي آخية وأخت كتاب الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. فكأن شيخ الإسلام ابن القيم أخذ مجمل الوصية الصغرى وشرحها في الرسالة التبوكية. فهذا التقسيم رائع جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن ثم ابن القيم. الحقوق قسمها إلى حقين: حق الله التوحيد والعبادة، كما في حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. ما معنى كلمة حق؟ اكتب هذا إنه مهم. الحق اسم وضع لما يجب شرعا، فأي شيء يقال عليه حق اعلم أنه واجب من واجبات الشريعة. اسم وضع لما يجب شرعا، فحق الله أي ما يجب لله. الأمر الثاني حق الخلق، حق النبي الاتباع، حق الوالدين البر، حق الأرحام الصلة، صلة الأرحام وغير ذلك. طيب، إذا أردت أن تؤدي حق الله في الأرض وأن تؤدي حق الخلق تحتاج إلى من يتعاون معك. سنشد عضدك بأخيك. لذلك قال ابن القيم: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه على العبد فيها أن يكون اجتماعه بهم مع الخلق وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله. كلمة على مرضاة الله هو ده الهدف اللي ذكرناه في الصورة الصحيحة. اكتب هنا هذا الأمر الأول في الصورة الصحيحة: مرضاة الله. تحتاج إلى من يعاونك ويؤازرك ويشد عضدك لتحقيق مرضاة الله والجنة وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك. مجالات التعاون علما وعملا. الأعمال القلبية تحتاج إلى من يذكرك بها، الأعمال البدنية تحتاج إلى من يعاونك كالصلاة مثلا، الأعمال المالية كالزكاة والنفقة والأمور المالية تحتاج، عبادات المالية تحتاج إلى تعاون، التكافل. الأغنياء يحتاجون إلى من يعاونهم كي يؤدوا الزكوات إلى الفقراء، والفقراء يحتاجون إلى من يحصيهم ويعرف أسماءهم فيدل عليهم الأغنياء. تكافل هذا كيف يتم بين أبناء المجتمع؟ والدال على الخير كفاعله. ربما لا تكون غنيا وتحصل بتعاونك أعظم أجور الأغنياء بأن تعرف الفقير على الغني وتأخذ من الغني وتعطي للفقير. التكافل الاجتماعي من أعظم وسائل التعاون الحضاري بين الأمة. وغير ذلك العبادات القولية، التذكير وغير ذلك، الدعوة إلى الله. يا إخواني، موضوع التعاون ده من أخطر موضوعات الحياة. لذلك تربية أبنائنا على الاتحاد وعلى القوة والتآلف والتواد وإنشاء أجيال على التعاون مسألة غاية في الأهمية. الغرض المقصود قال ابن القيم، والمقصود قال ابن القيم: فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك. أنت وحدك ضعيف، لا تستقل بمعرفة الحق وحدك ولا بالقدرة عليه ولا بالقدرة على إقامة الحق. فاقتضت حكمة الرب كما ذكرنا القاعدة التي ذكرناها منذ قليل: شاء الله وجود ضعف الإنسان كونا، ثم اقتضت حكمته أن جبر ذلك بالتعاون شرعا حكمة منه وعدلا.
قال فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه معينا بعضه لبعض. يبقى إذن يا إخواني نحتاج أن نعرف معنى التعاون، نحتاج أن نتعلم مقاصد التعاون، لماذا نتعاون، نحتاج أن نتعلم صور التعاون، نحتاج أن نتعلم مجالات التعاون، نحتاج أن نبصر خطر التشرذم وخطر الأنانية مخاطر عدم التعاون. أقصد نحتاج أن نعرف أسباب ضعف التعاون، لماذا لا يتعاون الزوج مع زوجته، لماذا لا يتعاون الرجل مع أرحامه، لماذا لا يتعاون الأب مع ابنه، ليه أواصر التعاون داخل الأسرة محطمة في خطر. يعني روح التعاون لابد أن تسود الأسرة، لابد أن تسود المجتمع، لابد أن تسود مجالات الحياة وغير ذلك، لابد أن نعرف محيط التعاون ودوائر التعاون وغير ذلك. أقول لكم من أعظم الناس أو أعظم الناس الذين ضربوا مثل في التعاون الأنبياء، ثم من بعدهم الصحابة رضوان الله عليهم. يعني أضرب مثال وبذلك أختم بإذن الله تبارك وتعالى. التعاون العلمي، إن الناس يتعاونون بعضهم مع بعض في التشجيع على العلم والتحفيز على العلم. سيدنا عمر بن الخطاب يقول كان لي جار من الأنصار. عمر كان له ضياع لأرض بيتعهدها ويزرعها، وكان عندما ينزل إلى ضياعه ويتعهد ماله يغيب عن النبي فما يحضرش درس العلم، فكان يعني يذهب جار له من الأنصار يسمع حديث النبي، فعندما يأتي بالليل يخبر هذا الأنصاري يخبر عمر بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في اليوم التالي يأتي عمر رضي الله عنه إلى النبي، ويذهب الأنصاري لتفقد دنياه وإصلاح دنياه وتفقد ضياعه، فيأتي في الليل يتعاون بعضهم مع بعض ويخبر بعضهم بعضا بما قال النبي. ده تعاون على البر والتقوى، تعاون على العلم. عشان كده نصيحة وأختم بها الدرس، في شيء اسمه قضاء العلم، نصيحة يعني، أو قضاء الدرس كما تعلمنا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني أنا بحضر درس وليكن في التفسير، درس في الحديث، درس في أي علم من علوم الشريعة مثلا يعني، وغبت لظروف، زوجتي بتولد على سبيل المثال، حدث لي سفر عارض، حدث لي كذا، ماذا أصنع؟ تقضي الدرس، تقضي العلم. يعني الصلاة بتقضى أم لا؟ بتقضى. لو أن إنسان على سبيل المثال يعني كان نائما وقت الصلاة، إذا قام قضى الصلاة. إذا كان يعني إنسان في رمضان على سبيل المثال أفطر لعذر، امرأة أفطرت لأنها حائض مثلا، أو إنسان أفطر لأنه مسافر، بعد رمضان بيقضي الصيام، فالعبادات تقضى، الصيام يقضى والصلاة تقضى وغير ذلك من العبادات. كذلك العلم عبادة، العلم يقضى. كيف أقضي درس العلم؟ يعني أنا ما حضرتش الدرس لظروف، أو ما حضرتش درسين ثلاثة لظروف، أقضي هذه الدروس. يعني أسأل الطلاب أصدقائي ماذا أخذتم؟ أعرف ماذا أخذت، ثم ذلك أذاكر ما أخذته، وأسمع التسجيلات الصوتية، وأخذ ما سجل من معلومات وفوائد. ثم ذلك 3 أذاكر هذا وأحفظه جيدا، أراجع ذلك وأستعد للامتحان كأني حضرت تماما. بهذا قضيت الدرس. لما كثير من الناس إذا لم يحضر الدرس كأن شيئا عادي والأمور بخير وما فيش أي مشكلة ونحو ذلك. لا، نصيحة، اكتمل علميا. كي تكتمل علميا لابد أن تحيي هذه المسألة، التعاون العلمي وقضاء العلم وقضاء الدرس. ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا والحمد لله رب العالمين.